السلام مع الإسرائيليين فرض واجب على الدول التي تحيط بإسرائيل. والذي يكسر هذه الاتفاقيات السلمية التي عقدها المسلمون مع إسرائيل، وهي ضرورة للمسلمين، ضرورة لحماية أمن المسلمين قبل أن تكون ضرورة لحماية أمن إسرائيل. هذه الاتفاقيات التي عقدها الرئيس السادات، وعقدها الرئيس حسني مبارك، وعقدها الملك حسين، وكان يريد أن يعقدها الرئيس الراحل حسني الزعيم في سوريا. هذه الاتفاقيات لا يجوز كسرها ولا خرقها بحال من الأحوال، ولا استفزاز الإسرائيليين لا بعمليات قتل كالتي يسمونها العمليات الفدائية، علما أن عمليات الفدائية وعمليات القتل هذه لا وجود لها في الفقه الإسلامي. هذه العمليات التي تستفز بها القوات الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية وحلفاؤها، والتي تعود دائما بالدمار على المسلمين، هذه العمليات محرمة، سواء 7 أكتوبر، سواء العمليات الانتحارية التي قامت بها حماس، والعمليات الانتحارية أصلا من أصلها حرام في الشرع. هذه العمليات التي قامت بها حماس لتعطيل تنفيذ اتفاق أوسلو بين ياسر عرفات وإسحاق رابين، هذه العمليات كلها محرمة ومدانة، والذين قاموا بها أناس مجرمون يريدون أن يورطوا أهل السنة في فقد حياتهم وتدمير ممتلكاتهم والاضطرار إلى التهجير من الأراضي التي هم فيها، الضفة وقطاع غزة وغيرها. لذلك السلام مع إسرائيل واجب. الذين يريدون منع السلام مع إسرائيل هؤلاء خونة لأهل السنة، وهؤلاء مجرمون يغررون بأهل السنة تغريرا تاما، ويقودون شباب السنة إلى الهلاك. هذا الكلام قلناه قبل 30 عام، ونقوله الآن، وسنقوله طالما أن إسرائيل تمد يد السلام للمسلمين.